هي نرجس بتخلف ولا لا؟ لو انت فاكر انها اكيد ما بتخلفش فانت غلطان، لان مفيش دليل طبي في المسلسل لحد دلوقتي انها ما بتخلفش. ايه يعني اتاخرت في الخلفه مع جوزها الاولاني شويه؟ ما في ناس بتقعد بالعشر سنين بعدين تخلف عادي. فانا عندي نظريه ان نرجس هتخلف طبيعي عادي جدا الحلقات الجايه، فبالتالي هتعيش بذنب الواد اللي هي خطفته. ما هي بتخطف واد ليه طالما هي بتخلف طبيعي اصلا؟ لان برضه لو فكرت في الموضوع، اول مشهد في المسلسل خالص كانت بتحمي طفلين في البانيو، فجابت الطفل التاني ده منين؟ معقوله كمان خطفته؟ هتقول لي طب ازاي هي فاكره انها ما بتخلفش كده لدرجه انها زورت التحليل لجوزها؟ هقول لك من الناس السيئه اللي حواليها اللي حاطينها تحت ضغط شديد لدرجه انها خلاص صدقت بجد. ومن اكتر الحاجات الذكيه جدا اللي عجباني في المسلسل المشاهد اللي نرجس كانت عامله فيها حامل. ده كان مخليني قلقان عليها وهي عامله انها حامل اكتر من انها تكون حامل بجد، ودي حاجه غريبه جدا. لان الواحده الحامل لو اتخبطت في بطنها ايه هتتوجع شويه والموضوع هيعدي، لكن دي لو اتخبطت في بطنها خلاص الموت. ومسلسل يخليني افكر كل التفكير والنظريات دي، فهو اكيد مسلسل رائع بقصه رائعه وتفاصيل عميقه جدا. ريهام عبد الغفور وحمزه العايلي واحمد عزمي اساتذه يا جدعان، اداءات تمثيليه مش طبيعيه. رب بس النظريه اللي انا قلتها دي يطلع فيه منها حاجات صح يعني، عشان ما يطلعش شكلي وبس. ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس انت مقتنع انها بتخلف ولا لا.